المكنه دي تدور تلاقي عالم قدامك، ده بيحب وده بيكره، ده بيقتل ده بيتقتل، ده بيتولد ده بيموت، دي بتتطلق دي بتزغرط. سيما يا بنت سيما. فيلم A Dangerous Method فيلم عظيم جدا جدا، لأنه ببساطة من أهم الأفلام اللي اتكلمت عن علم النفس، لأنه جمع بين شخصيات كان ليها تأثير على علم النفس، زي مؤسس علم التحليل النفسي سيجموند فرويد، ومؤسس علم النفس التحليلي كارل يونغ، وسابينا سيبلراين اللي كانت مصابة بأعراض ذات طبيعة هستيرية كجزء من حالة عصبية مع ميول مازوخية وإيذاء النفس، واللي هيكون ليها تأثير كبير في الطب النفسي. وطبعا الفيلم عن قصة حقيقية، وهيكون أول فيلم في سلسلة أفلام فئة المرض النفسي. لازم تكون عارف إن معظم الشخصيات اللي هتظهر في الفيلم ليها كتب في مجال علم النفس، ومن ضمن الكتب دي كتاب بيرصد بس الرسائل اللي كانت بين سيجموند فرويد وكارل يونغ، ومن ضمنهم برضو رسالة مميزة جدا لما بدأت صداقتهم تنهار، بعتها كارل يونغ لفرويد بيقول له فيها: أنت تعامل أصدقائك على أنهم مرضاك. وقبل ما نتطرق لسبب خلافهم، لازم تعرف إن في شخصين أثروا على حياة كارل يونغ، والاتنين ما بينهم حاجات مشتركة. الأولى إنهم كانوا مرضاه، والتانية إنهم دكاترة. هشرح لك إزاي الأولى كانت سابينا اللي اتكلمنا عليها في الأول، كانت في علاقة مع كارل يونغ أثناء ما كان بيعالجها، وكان ليها تأثير كبير قوي على حياته. أما الشخصية التانية هي البرنس أوتو جروس، واللي كان مريض عند كارل يونغ برضو، بس كان دكتور، بس سلوكياته مضطربة، وكان صاحب اقتباس من أجمل اقتباسات الفيلم، وكان بيقول فيه: إذا كان هناك شيء واحد تعلمته من حياتي القصيرة فهو لا تكبح أي رغبة بداخلك. المهم نرجع لأسباب الاختلاف بين فرويد وكارل يونغ. الخلاف الرئيسي في الجانب العلمي بين فرويد ويونغ كان واضح تماما في المشهد اللي جمع بينهم لما كانوا في مكتب فرويد، وصدر صوت مفاجئ من خشب المكتبة. والغريب ان وجهتين النظر مقنعين بشكل ما للي بيسمعهم. فمن ناحية فرويد شايف ان اي نظرية او دراسة هنشتغل عليها لازم تكون علمية ومثبتة بنسبة 100%، وما تقبلش الشك ولا الخطأ. بس في حاجة هنا، يمكن لوهلة كده تحس ان يونغ هو الأصح في النقطة دي، بس في حاجة، الصح بتاعه صعب جدا يتطبق في العالم اللي عايشين فيه ده محتاج يكون في المدينة الفاضلة. وده اللي كان شايفه فرويد بوضوح شديد، ان الصح بتاعه حتى لو كان فرضا منقوص هو مناسب للعالم، لان انا محتاج ارض صلبة اقف عليها، وهي ان اي فكرة تكون علمية بنسبة 100%، عشان اي خطأ صغير نتيجة شيء غير علمي وغير مؤكد وملوش اثبات هيدمر كل اللي اتبنى وهيشوه سمعتهم. اما بالنسبة للخلاف اللي ممكن نسميه شخصي، ظهر كلمحات في اكتر من مرة، واغلبها ظهر على هيئة ضيق خفي نتيجة لماديات فرويد القليلة في مقابل ثراء يونغ. لكن أهمها كان لما سافر فرويد ويونغ لأمريكا مع بعض، وحكى يونغ لفرويد على الحلم اللي شافه. على فكرة دايما يونغ كان بيحلم بأحلام مرتبطة بواقعه، وحتى حكى لفرويد قبل كده حلم من أحلامه في أول الفيلم، وكانوا قاعدين بيحللوا الفيلم ده. يعني اللي عايز أقوله إن يونغ ما كانش يقصد أي نية سيئة أو إهانة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لفرويد وهو بيحكي له الحلم ده، اللي طلع أكيد بيمس فرويد، لأن يونغ بدأ يحكي حلمه بأنه حصل على الحدود السويسرية النمساوية، وكان في مسؤول عجوز بلبس قديم هنا بمعنى موضة قديمة مش بايظ، وإن الراجل ده قاله إنه مجرد شبح مش عارف يموت إزاي. وطبعا فرويد استنتج إن الحلم ده بيمثلهم هما الاتنين، بما إن فرويد نمساوي ويونغ سويسري، وهو عنده حق في ده طبعا. وطبعا فرويد هو الشخص العجوز والقديم، ولما كمل فرويد في تحليل الحلم باعتباره بيمثلهم، تجاوب معاه يونغ، وفي وسط الكلام فرويد قال له: اهو يعني انت شايف ان ده انا؟ قال له: لا انا ما قلتش كده. في النهاية اقدر اقولك انه من اعظم افلام علم النفس اللي معتمدة على الحوار مع اداء تمثيلي قوي وموسيقى عبقرية. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك جديدنا دايما. ولو حابب نتكلم عن فيلم نفسي معين بشيء من التفصيل سيب لنا اسمه في الكومنتات تحت. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.